من اول ما بنيجي الدنيا واحنا عارفين ان ابليس هو اكبر عدو لينا. طب تعرف حاجة عن عدوك؟ تعرف ايه سبب العداوة اللي ما بينك وما بينه؟ طب تعرف ايه كانت مكانة عدوك قبل ما ينطرد من رحمة الله؟ كل الحاجات ديت احنا جايين نحكي عنها النهارده، لكن للأمانة معظم المعلومات اللي هنذكرها النهارده في حلقتنا من الإسرائيليات. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. طب احنا بنحكي ليه؟ للمعرفة مش أكتر ولا أقل. خليني أخدكم رحلة صغننة قد كده لأول سكان في الأرض. ولو كنت تفكر ان الجن والانس هم اول من سكنوا الارض، فابن كثير رحمه الله عليه في كتابه البدايه والنهايه كان ليه راي تاني خالص لما قال ان الحن والبن هم اول من سكنوا الارض، وتكاثروا لحد لما بقوا 28 امه، وبقى ليهم مسميات كتير زي النس والدن والمن وهكذا. ومالوا الارض فساد وظلم. في الوقت ده خلق الله سبحانه وتعالى مخلوق جديد، وهو سمي ابو الجن، اللي بعد تمام خلقه قال له الله سبحانه وتعالى تمنى. فكانت امنيه سميه ليه ولذريته هي أن نرى ولا نرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يسير كهلنا شابا. فأعطى الله سبحانه وتعالى لسمية ما تمنى ليه ولذريته، وحارب سمية وذريته الحن والبن وأبادوهم تماما وسكنوا مكانهم في الأرض، وعاشوا في أمان وسلام وطاعة لله سبحانه وتعالى، لحد لما ظهرت أجيال جديدة من الجن عصوا الله وملوا الأرض فساد وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فسلط الله عليهم الملائكة. وبيقول شهر بن حوشب رحمة الله عليه وبيحكي لنا عن الملحمة اللي دارت ما بين الجن والملائكة: إن الله أرسل الملائكة إلى الجن فأجلتهم إلى البحار وأثرت جني صغير. الجن الصغير ده بقى هو مين؟ عزازيل، اللي اتربى على عبادة الله سبحانه وتعالى زي ما بيعبدوا الملائكة بالظبط، لا ده كمان تفوق عليهم في العبادة. عشان كده رفع الله سبحانه وتعالى مقامه. وبيقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أعطاه سلطان السماوات الدنيا والأرض، وإنه كان بيسوس ما بين السماء والأرض. ومع كل الامتيازات اللي تميز بيها عزازيل ابتدى الكبر والغرور يدخل في قلبه، عشان كده ابتدى يشوف حاجات غريبة قوي في كل موضوع سجود، زي مثلا إبليس مطرود من رحمة الله، إبليس لعين. وفي مرة من المرات لقى مكتوب على حلقة من حلقات الجنة: إن لي عبدا من عبادي أأمره فلا يمتثل لأمري فيعصي ويعصي فأطرده من رحمتي ويصبح عمله هباء منثورا. اتخض عزازيل، راح لله سبحانه وتعالى وقال له: يا ربي، مين العبد اللي هيتجرأ ويعصي أمرك؟ اسمح لي يا ربي إني ألعن إبليس في صلاتي. فسمح له الله سبحانه وتعالى، فلعن عزازيل إبليس 1000 سنة. تخيل، وهما الاتنين واحد وما يعلمش بالأمر إلا الله سبحانه وتعالى. وفضل الأمر كذلك لحد لما الله سبحانه وتعالى خلق مخلوق جديد، وهو آدم عليه السلام، اللي فضل على هيئته قبل ما ينفخ فيها الله الروح 40 يوم أو 40 سنة، الله أعلى وأعلم. في الوقت ده كان في حد بيراقب مراحل تكوين آدم مرحلة مرحلة، وهو عزازيل، اللي دخل الحقد والكره في قلبه من آدم من قبل حتى ما يكتمل خلقه. وفي مرة من المرات وقف قصاده قبل ما تسكنه الروح وقال له: والله لو سلطت عليك لأهلكنك، ولو سلطت عليا لأعصينك. وجه اليوم اللي هينفخ فيه الله الروح في آدم، وأمر الملائكة إن أول ما ينفخ فيه الروح يسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم إلا عزازيل. ولما سألوا الله سبحانه وتعالى رغم إنه كان عارف الإجابة: اللي منعك إنك تسجد يا عزازيل؟ قال له: أنا أحسن منه، خلقته من طين وخلقتني من نار. فلعنوا الله سبحانه وتعالى ومسخوا على أقذر صورة وطردوا من رحمته. ومن هنا عزازيل بيبتدي رحلة جديدة بطلها إبليس مش عزازيل، اللي أول حاجة عملها جمع كل الجن اللي أجلاهم الله سبحانه وتعالى للبحار، وبقى سلطان عليهم ووضع عرشه على الماء، وبقى كل همه يغوي آدم وذريته عشان يتحشوا معاه في جهنم. تخيل، من بعد عبد بيطيع الله ويمتثل لأوامره لعبد كل اللي بيعمله إن بيغوي عباد الله علشان خاطر بس يدخلوا معاه جهنم. إيه اللي كان هيحصل لو كان سجد؟ استنوني في حكاية جديدة إن شاء الله هحكي لكم فيها عن حاجات أول من فعلها هو إبليس، وبعدها كالعادة ورثوه منه البشر لحد ما يجي اليوم دوت. تحياتي.